إسرائيل هتجمع كل جيوش العالم لدمار منطقة الشرق الأوسط حسب المذكور في كتاب النبي يوئيل من 2600 سنة. بيقول لك جماهير في وادي القضاء، لأن يوم الرب قريب. في وادي القضاء الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها. الأربع المسيطرين على الأرض أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين هيتجمعوا في منطقة الشرق الأوسط في الحرب اللي بتحصل بين إسرائيل وإيران. امريكا والاتحاد الاوروبي هيجوا يدعموا اسرائيل وايران، وروسيا والصين هيجوا يدعموا ايران. الحرب دي هتتحول لاكبر ساحة حروب عرفها التاريخ. امريكا والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين الاربعة. امريكا والاتحاد الاوروبي هيدعموا اسرائيل، وروسيا والصين هيدعموا ايران. وعلى طول نهر الفرات هيتحول لاكبر ساحة حرب عرفها التاريخ، لدرجة ان الله بنفسه هينزل في هذه الحرب علشان يدين كل الامم. في الوقت ده السما دي هتتشق، والقمر هيخفض ضوءه، والشمس هتطفي، وكل جيوش العالم هتجتمع في الموضع ده، وبلاد الشرق الاوسط هتسقط بلد ورا بلد، وهتكون منطقة محظورة حسب المكتوب: هلم يا جميع الامم من كل ناحية واجتمعوا. ده الله بيقول كده على فم النبي يقيل، بيقول: هلم يا كل الامم من كل ناحية واجتمعوا الى هنا. انزل يا رب ابطالك، تنهض وتصعد الامم الى وادي يهوشافاط، لان هناك اجلس لاحاكم جميع الامم. وادي يهوشافاط امام جبل الزيتون في الاراضي الاسرائيلية. كل الامم هتجتمع، اللي هم امريكا والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين، هيجتمعوا في هذا المكان. الله بنفسه هينزل في الحرب العالمية الثالثة اللي هتحصل عشان يدين كل الامم، وهيجلس علشان يحاسبهم. يعني اللي بيحصل، اللي بتسمعه في الاخبار والحرب بين اسرائيل وايران ده، هي مجرد تمهيد لقيام حرب هرمجدون الكبرى، ودي حرب كونية كبيرة ما بين الخير وما بين الشر. الحرب دي هتظهر وهتكون في الايام اللي احنا عايشين فيها، وكل الناس هتشوفها، لان الله هينزل على السحاب عند جبل الزيتون، وكل قوى الشر هتيجي عشان تواجهه. وهيكون على عينك يا تاجر، كل الامم هتشوفه. الصينيين هيشوفوا الله، والامريكيين هيشوفوا الله، والعرب هيشوفوا الله، والنظام اللي في العالم كله هيسقط زي ورق الدمنة. الكلام ده بيحصل في الايام اللي احنا ساكنين فيها. علينا ان احنا ندخل فلك نوح التاني. كل اللي هيدخل فلك نوح التاني هينجى من ايام الغضب، اما كل اللي هيرفض يدخل فلك نوح التاني فالطوفان التاني هيجي وهياخد الجميع، بس مش من مية، هيكون من نار. لدرجة ان من هول الضربات النووية الشمس هتحجب من الغبار النووي. الوقت قريب. الكلام ده بكلمك فيه من زمان في القناة، من قبل قيام حرب اسرائيل وحرب اوكرانيا، وبقول لك الكلام ده والناس قاعده تستهزأ بيا، وهو بيحصل دلوقتي. فالوقت قريب. احنا في الايام دي استعدوا للقاء الهكم.